طيب، قبل أن أجيب على هذا السؤال بودي أن أجيب على تعليقك الأخير. نعم. قبل هذا الفاصل. نعم. يعني أنت قلت هل من عودة؟ نعم. وهذا سؤال مهم جدا. يعني نعم. قبل أن أرد على نعم، تفضل. يعني أقول أن كل أجهزة الاستخبارات العالمية تقول الآن بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، في الوقت الذي تخلف فيه المسلمون وانحصروا انحصارا حقيقيا في كل منحى من مناحي الحياة، والذي جنن الغرب حقيقة ودفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى غزو دولتين عضوين في الأمم المتحدة، أفغانستان والعراق، مخالفين بذلك كل القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية وكل الأخلاقيات الدولية، بناء على كذب وافتراء واضح جدا كما اعترفوا بذلك مؤخرا. الذي دفعهم إلى ذلك أنهم كانوا قد تخيلوا بأنهم قد أحاطوا بالمسلمين إحاطة كاملة بعد أن فتتوا دولة الخلافة الإسلامية إلى أكثر من 57 دولة ودويلة، فبعثروا إمكانات الأمة ونصبوا على هذه الدويلات أنماط من الحكم متعارضة حتى يضمنوا أن عدم إمكانية التوحد من جديد. ثم أقاموا الصراعات الحدودية والمذهبية والدينية والقبلية حتى يعني يمنعوا هذه الأمة من إعادة توحدها، لأنهم يعلمون أن بيننا من عوامل التوحد ما لا يتوفر لغيرنا من الأمم. في عالم التكتلات الذي نعيشه يقول علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث. قالوا كل الكيانات الصغيرة ستبقى تابعة ذليلة للقوى الكبرى لا رأي لها، وهذا الذي نشاهده الآن، وهذا الذي دفع أوروبا على ما بينها من خلافات عرقية ولغوية ودينية واقتصادية أن تتوحد. 28 دولة لغاتها مختلفة وأعراقها مختلفة ومعتقداتها مختلفة ومستوياتها الاجتماعية مختلفة اتحدوا في دولة واحدة لها علم واحد ولها عملة واحدة ولها قيادة عسكرية واحدة وقيادة سياسية واحدة وبرلمان واحد. نحن أمة إلهنا واحد ونبينا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة، أراضينا متصلة، تاريخنا الماضي القديم واحد، مشاكلنا الحالية واحدة، آمالنا المستقبلية واحدة، وهم لا يريدون لنا أن نتوحد. هذا العالم الذي تحاول الدول الكبرى في أن تبتلع الدول الصغرى، والذي فتتوا فيه الأمة الإسلامية إلى هذه الكيانات الصغيرة وتحكموا في مصائرها ويحاولون أن يفرضوا قيمهم الهابطة عليها، يفاجؤون بأن المد الإسلامي عندهم أسرع مد في العالم. وهذا الذي جننهم حقيقة. كيف يمكن للإسلام والمسلمون بهذا التخلف أن ينتشر عندنا وينتشر بين أكبر رجال الفكر والرأي عندهم، يعني كبار أساتذة الجامعات، المفكرين، الفلاسفة، الإعلاميين، بعض النبلاء، بعض أعضاء الأسرة المالكة ببريطانيا أسلموا. فالحقيقة أن الإسلام سيعود بنا أو بغيرنا. وفي تصريح كان بالأمس قرأته في نعم. الجريدة لابد نعم. أن يقال يعني نعم. هذا الجرائد القومية المصرية. نعم. قلت توني بلير يقول أنا أقرأ القرآن يوميا. طيب يوميا. طيب يعني سيعود، وكما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم. والغريب في الأزمة المالية الأخيرة هذه أنطق الله العديد من رجال الاقتصاد الغربيين بأن الحل في الإسلام. يعني عالم اقتصاد فرنسي اسمه بوفيس فانسان كتب مقالا في مجلة مقال افتتاحي، مجلة اسمها شالنج أو تشالنجز، التحديات. عنوان المقال البابا أو القرآن، ويقول في المقال أن السبب الحقيقي في المحنة المالية التي تتهدد العالم بأسره الآن هو الربا، هو الوقوع في الربا. ويقول التعاملات المالية غير المضبوطة بضوابط أخلاقية، التعاملات المالية التي لا تجعل للمال قيمة ثابتة لأنه وسيلة من وسائل تقييم جهود وممتلكات الآخرين، ووسيلة التقييم لابد أن تبقى ثابتة، فلا يجوز لها أن تزداد إلا بإنتاجية فعلية ولا تتناقص إلا بخسارة حقيقية حتى تبقى صالحة للقياس. يقول فوضى الربا عندنا هي التي أوقعت العالم في هذه المحنة. ويتوجه بالخطاب لبابا روما
بنديكت السادس عشر الذي بدأ عهده بالتهجم على الإسلام، يقول له: يا سيادة البابا، أستميحك عفوا أن نضع الإنجيل جانبا وأن نتوجه إلى ما جاء في القرآن الكريم من ضوابط أخلاقية وسلوكية واقتصادية هي الحل العملي والسريع والفعال لخروجنا من المحنة الحالية. وينتهي المقال بقوله: على الرغم مما بيننا وبين المسلمين من خلافات عقدية وسلوكية، إلا أن الحل في هذه الأزمة هي الرجوع للقوانين المالية التي جاء بها القرآن الكريم وجاءت بها السنة النبوية المطهرة. رجل آخر فرنسي أيضا اسمه روبير لاسكين يرأس تحرير مجلة اسمها لو جورنال دي فينانس، الجريدة المالية، كتب مقالا بعنوان: هل آن الأوان لول ستريت أن تتبنى القيم الإسلامية في التعاملات المالية؟ ويستعرض الأزمة الحالية ويقول: لابد أن تصل الفائدة إلى الصفر، ولابد أن يتوقف العالم عن التعامل في الربا، ويقول: لابد لنا لنخرج من هذه الأزمة أن نعود إلى القيم الإسلامية التي جاءت في القرآن والسنة. امرأة إيطالية سولوريتا نابليوني تكتب كتابا بعنوان اقتصاد ابن آوى، تقول: تخيل كثير من البسطاء بأن انهيار الشيوعية كان فيها شهادة لنجاح النظام الرأسمالي، قد وهكذا نرى النظام الرأسمالي ينهار أمام أعيننا، وأن السبب الفوضى التي يفرضها علينا اقتصاد السوق الذي لا ضابط له، وهكذا. فأقول: بدأ الغرب يدرك أن الحل للمشاكل الاجتماعية ليس فقط في الاقتصاد، الأسرة، المجتمع، العلاقات الفردية، العلاقات الجماعية في الإسلام. فإذا لم يعد المسلمون إلى الإسلام، يقول رب العالمين: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن فالحاجة ملحة للعودة إلى الإسلام قلبا وقالبا، نعم، من داخله ومن خارجه، في كل مجال، في التعليم، في البحث العلمي، في الاقتصاد، في الإعلام، في السياسة، في العلاقات الاجتماعية. لا بد أن يعود الإسلام، وإلا لن تقوم لنا قائمة حقيقة. سنظل نتراجع والعالم يتقدم من أمامنا، وقد يعطي ربنا تبارك وتعالى الإسلام لهؤلاء الناس الذين يستحقونه إذا كانوا وصلوا إلى مستوى الفهم اللازم، والذي يتراجع لا مجال له.